من الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الشيوخ يقدم مشروع قانون العقوبات على تركيا بسبب هجماتها على قسد بشكل رسمي. طبعا كان حديث الأيام اللي فاتت. تم تقديم مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على تركيا فيما يتعلق بإجراءاتها ضد أنشطة قوات سوريا الديمقراطية في سوريا. تم تطوير الوثيقة التي أطلق عليها القانون مكافحة العدوان التركي لعام 2024 من قبل السيناتور كريس فان هولن الديمقراطي وليدزني غرهام الجمهوري. تم تقديمه على مجلس الشيوخ. أعتقد أنه هذا القانون راح يتمرق لأنه كل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين متفقين على القانون هذا. وأساسا الكونغرس ما بيطرح أعضاء قوانين إلا لما يكونوا متصلين مع بعض، إنه أنت مع هذا أنت مو مع هذا. ففي اللوبيات بتشتغل بهذا الموضوع. على كل، أتمنى تكون الفكرة وصلت. وشفت تصريحها باللغة الألمانية، ما إله علاقة بكل شيء النشر، يعني عصوا في الصوم هذول طلعوا كذا وزيرة الخارجية وتخلوا عنكم ألمانيا وألمانيا كذا. هذا الكلام عاري عن الصحة أبدا. بالعكس، شددت وزيرة الخارجية بأنه من دون حل القضية الكردية في سوريا لا يمكن أن يكون هناك حل أبدا. وأفهمت تركيا وحدثنا مع الأتراك ومع الأمريكان بأنه الحفاظ على قوات سوريا الديمقراطية أساسي في المنطقة كلها. وذكرت أيضا أنه قوات سوريا الديمقراطية هي اللي حررتهم من الإرهاب وحمت أوروبا كلياتها. وقالت بالحرف الواحد اللي هي ذكرت هي بالفصائل يجب وضع سلاحها، ولم تقصد هنا قوات سوريا الديمقراطية نهائيا، لكن تم تحريف حديثها بشكل كامل. وهذا الكلام اللي سمعته كله هراء، ما له أي أساس من الصحة. وكل دول العالم تقف مع قوات سوريا الديمقراطية، وواضح. وشفتوا أنتم كل التصريحات اللي بالعالم كلياته، الفرنسيين، الألمان، البريطانيين، الأمريكان، كلياته. هاي البروباغندا الإعلامية اللي عم بيسووها بالية صارت، وما حدا يصدقها نهائيا. يعني مثل شفتوا انتوا الحرب الإعلامية والنفسية اللي عملوها، وبدنا ناخذ وبدنا كذا وكوباني وقامشلي وما بعرف ايش ومن كذا، مفكرينه مثل مناطق النظام، يلا يلا هوبرة وكذا واعلان وهي وراح ياخذوا المناطق كلها. انتوا واهمين، انتوا واهمين جدا. وهذا بلش يغلط مرة تانية. يعني يبدو انه التركمان بدهم بهدلة يعني مرة تانية مشان يوقفوا هذا الأهبل، لأنه بدأ يبلش يغلط على القومية الكردية مرة تانية. واليوم كان في صراع كبير جدا، يعني لساته سياسي، ما بين الكتائب التركمانية وأحمد أبو محمد الجولاني. والكتائب التركمانية رفضت أبدا أنه تضع سلاحها، رفضت وقالت نحن بدنا وضع خاص إلنا. ويبدو أنه الصراع بده يشتد ما بيناتهم بشكل كبير. بس أنا اليوم وصلنا فيديو بدي يحطوا له عصه، إذا بده يرجع ويغلط مشان أبلش بالأقلية مرة تانية. وهو بيعرف أنا بوجع كتير. طبعا هنا في شخص طلع كاتب يعني بالفيديو طبعا، وطالب بحقوق النور والقرباط والتركمان وحماية خيام التركمان بين الرقة وحلب من المجموعات المسلحة، رسالة إلى السيد أحمد الشعار، وعاشت سوريا حرة ديمقراطية. خلونا نسمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السيد أحمد الشرع المحترم، نحن أبناء عشائر القرباط الذين جردنا من حقوقنا المدنية من قبل النظام الطاغي الطائفي السابق، نتوجه إليكم بأنصافنا في سوريا المستقبل بما يلي: الأول، استعادة حقوقنا المدنية الكاملة غير منقوصة. الثانية، الاعتراف الرسمي بعشائر القرباط كمكون أصيل في المجتمع السوري. الثالث، ضمان تمثيلنا العادل في المؤسسات وصون حقوقنا الثقافية والاجتماعية. نأمل أن تكونوا داعمين لتحقيق العدالة والمساومة التي يطمح إليها كل أبناء الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشائر القرباط 16/12/2024. رسالتك وصلت يا عزيزي، وأنا وصلتها كمان.
فمشان ما نبلش فيهم، إذا بلشت فيهم ترى. خلونا نسمع اليوم تسجيل أحمد الرحال كمان. أنا عادة ما بقعد، بس خلونا نسمعها بس هالفترة هاي، لأنه عم نقدم مواد سياسية عميقة بالفترة هاي، فبدنا نشوف آراء القرباط والنور والجربانين والسوركيين. التي تتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية بالأماكن الرئيسية. لكن في نقطة جدا مهمة، يعني لو رجعنا ل 2015 2016 كنا بنشوف عندنا 50-60 ألف مقاتل من قسد ببنادق عادية بأسلحة متوسطة، أسلحة بسيطة. القوة الأساسية كانت بإيد التحالف، بالإضافة للغطاء الجوي إن كان بالحوامات أو المسيرات أو الطيران المقاتل الأمريكي. اليوم الوضع اختلف تماما. اليوم الصواريخ، منظومات صواريخ، حتى منظومات دفاع جوي، حتى عربات قتالية، حتى دبابات، حتى منظومات أسلحة ثقيلة جدا ومتطورة جدا وصواريخ مضادة للدرع أصبحت بيد قوات سوريا الديمقراطية. أعطت هذه المهمة الولايات المتحدة الأمريكية لقوات قسد. أيضا التدريبات والمناورات المشتركة وأعمال الكوماندوس والإنزالات الجوية وكل المناورات المشتركة التي قامت بها أعطت خبرة قتالية. إذا اليوم قوات سوريا الديمقراطية ليست بالرقم العادي، هي رقم صعب تقريبا. بالتأكيد لن يستطيع أن يواجه الجيش التركي، لكن هناك قدرات كبيرة اليوم أصبحت موجودة. الوجود الأمريكي دائما بكل المناطق ليس بالضرورة يعني وجود جندي أمريكي كي تقول تركيا أو سواها لا أستطيع الدخول. منطقة شرق الفرات تحت نفوذ الأمريكي. لذلك من 2020 حتى الآن تركيا أعلنت عن 3 عمليات أو 4 عمليات ولم تستطع أن تنفذها، ليس لضعف عسكري بل لرفض أمريكي. قوات قسد مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد، ولكن إذا ما رفعت أو سحبت الولايات المتحدة الأمريكية 2000 من جنودها المتواجدين على الأراضي السورية، هل هكذا تسحب الغطاء عن قسد أيضا إذا ما قامت بهذه الخطوة؟ يعني نتذكر ب 2018 صار من هالكلام هذا بعد اتصال جرى ما بين الرئيس أردوغان والرئيس القادم ترامب. اعترضت وزارة الدفاع، اعترضت المخابرات الأمريكية أن الوجود الأمريكي في سوريا هو عمق وأمن قومي أمريكي، وبالتالي الانسحاب شوي صعب، خصوصا بالظرف الحالي اللي عم نعيشه. لأن برجع بقول 70% من الوجود الأمريكي في سوريا لحماية مصالح إسرائيل، وبالتالي أنا لا أعتقد أن الأمريكان ينسحبوا. إنما بنفس الوقت الأمريكان عم يحاولوا يعملوا قدر الإمكان نوع من التوسط، نوع من عملية التهدئة. طبعا بدي أعيد هاي الجزئية باللغة العربية. شوفوا، في أشكال حكم بالعالم. في شيء اسمه لا مركزية، في شيء اسمه طبعا المركزية بالأساس، وفي شيء اسمه لا مركزية. في نظام حكم اسمه نظام حكم الكونتونات، في نظام حكم اسمه الحكم الفيدرالي، في نظام الحكم اللي اسمه كونفدرالي، وفي نظام الحكم اللي هو حكم ذاتي. هلا مو معناها انه الفيدرالية احسن من الحكم الذاتي، والحكم الذاتي افضل مثلا من اللامركزية. هدول ما لهم علاقة، هاي اسمها انواع الحكم مشان تفهموا. في الحالة السورية، وهذا رأيي الشخصي أنا، في الحالة السورية ما بتنفع الفيدرالية أبدا، ما بتنفع، لأنه مكونات الشعب السوري ليست مكونات متجانسة لحتى نقول احنا بدنا فيدرالية وتكون وكل الأقاليم لها نفس الحقوق. بالنسبة لنا كشعب كردي مختلفين في اللغة ومختلفين في الثقافة، مختلفين في العادات الاجتماعية، وعندنا نحن أرض تاريخية. بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لنا الإدارة الذاتية أفضل حكم، واضحة المعالم. وهذا يندرج ضمن ايش؟ ضمن الحكم الذاتي. شوف، بدي أعيد كلام مهم للغاية، وأنا بعتقد أنه كتير راح يتفق معي. حتى في العراق وطبعا طبعا الأحزاب الكردية راح يعترضوا معي، لأن هم مشاركين أساسا في العملية السياسية اللي حصلت في العراق بعد 2003.
يعني دستور بريمر، ما يسمى بدستور بريمر. يعني أنتم ألا تعتقدون أنه هذا الدستور وشكل الحكم الفيدرالي في العراق فشل؟ كثير من المواد الدستورية في الدستور الفيدرالي العراقي ما طبقت، المادة 140، قانون النفط والغاز، مسائل الإحصاء، أمور كثيرة، أمور المعابر، أمور المطارات، كلياتها. فإذا الحكم الفيدرالي في العراق فشل ذريع. لو كان الحكم في العراق حكم لا مركزي، إدارة ذاتية للمناطق الكردية بالأساس، وحسمت الأمور كركوك وغيره وغيره، وجابرين الكرد وقتها بريمر على كل المناطق الكردية، وكان شكلها واضح وعندها حق تقرير المصير، هي أفضل بكتير كانت من الفيدرالية. أنا إيش بدي بالفيدرالية؟ وهم يسووا بالنجف فيدرالية، يسووا بغداد فيدرالية، ما يسووا فيدرالية، وموجع راسي وداخل معاهم، ومحافظاتي حق لها تنظم باستفتاء وتعمل إقليم ولا ما تعمل إقليم. إحنا إيش لنا علاقة بهذا الموضوع؟ بس السؤال إيش لنا علاقة؟ طبقنا نظام فيدرالي يطبق على كل العراق، وما طبقت مواد دستورية كلياتها، وصارت مواد خلافية. أنا بعتبر الدستور العراقي اللي تم هو خطأ تاريخي في حق القضية الكردية، بغض النظر من الأحزاب مين اللي شارك فيها واللي مين ما شارك فيها من الناحية القانونية. الحكم الفيدرالي هو حكم يطبق على جميع الدولة، يعني يكون في هناك دستور، هذا الدستور يطبق على كل المحافظات. يعني مثل ما إلك أنت إدارة ذاتية بالحكم الفيدرالي في قامشلي، يحق لحمص، يحق للشام، يحق لهذاك. هذا ما هو مشكلتنا نحن، هم شعوب متجانسة ذات لغات واحدة وعادات وتقاليد واحدة، وهم بدهم حكم إسلامي. احنا ما لنا علاقة بهذا الموضوع. فأفضل اللي بيطبق في سوريا هو الحكم الذاتي، الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية يعني حكم ذاتي، ما انك مضطر تروح تعمل استفتاء في مناطق العرب، وهاي تعمل استفتاء في مناطقك انت فقط. وعملية المفاوضات مع الأطراف الأخرى راح تكون عملية شاقة ومتعبة، وفيها مشاكل قانونية كبيرة جدا، لأنه مو كل شيء أنت بدك إياه راح يقبلوا فيه هونيك أيضا بالنسبة لمناطقهم. فأنا بالحكم الذاتي الخصوصيات تبعيتي أنا أقدر أطالب فيها، بس ما أقدر أطالب إنه تكون نفس الخصوصيات الموجودة عندي موجودة عندهم، إلهم تطبق عليهم أيضا. أما في الحكم الفيدرالي يكون الدستور شامل، فقط المواد الفوق دستورية فيه، المواد الفوق دستورية هي اللي ما قابلة للنقاش ومو قابلة للاستفتاء. بس مشان أوضح لكم هذا الموضوع أو نظام الحكم. النظام الحكم الفيدرالي في سوريا سيكون نظام فاشل، لأنه هاي شعوب منا واعية جدا وفهمانة شو معنات الفيدرالية، وتظن أنه الفيدرالية هي تقسيم. فلذلك احنا بالنسبة لنا ما مضطرين انه نعمل معاهم دولة فيدرالية ونعلمهم ونفهمهم انه الفيدرالية افضل والكم انتم كمان، وراح تعيشوا افضل وبحالة اقتصادية وتنافسية افضل. هذا ما هو من مهمتنا ككرد. وانا طالب القوى السياسية الموجودة في الكردية كلياتها بانه ما يطالبوا هاي المطالب اللي اساسا ما راح تطبق، وصعب على عقول هؤلاء انه يفهموها، ومو شغلتنا احنا اساسا. شلون بدهم خلي يسووا دولة اسلامية، خلي يسووا دولة خزعبلائية، خلي يسووا دولة لا مركزية، خلي بدهم اياه يسووه. نحن هذا مو شغلنا. نحن المهم نحن كمناطقنا نحن بدنا إدارة ذاتية، حكم ذاتي بالصلاحيات اللي احنا راح نقدمها مطالبنا. طبعا هذا ايضا يثبت بالدستور، وهنا ما هاي يسمونها مواد فوق دستورية، هاي لا يستفتى عليها الأكثرية لحتى تأخذ الأقلية حقوقها. هذا بالقانون الدولي غير موجود. يعني الآن إذا طالب الشعب الكردي بحقوقه، أنا مثال، وإجيت أنت طرحت لي الاستفتاء على الأكثرية، الأكثرية من الطبيعي راح ترفض،
رح ترفض هذا وهذا باستفتاء يروح يعني وكذا. هاي ما اسمها ديمقراطية أبدا، هاي اسمها ديكتاتورية الأكثرية على الأقلية. لذلك مسائل مثل هاي بتنحل بالمواد الفوق دستورية، لا تعرض على استفتاء، هاي بتيجي بشكل توافقي. لكن الدستور بيكون هكذا: جنوب شرق سوريا لها الحكم الذاتي وكذا كذا كذا كذا، انتهى، هذا فوق دستوري. بيجي بالدستور تبعهم هم بينحط شو هم بدهم بالنسبة لهم ويعرضوه على استفتاء في مناطقهم. يعني الأغلبية فهمت المسألة هاي، هي عبارة عن طريقة حكم تختلف من أخرى، لا تعني أنه هاي أفضل ولا الثانية أفضل. بالدول المتجانسة واللي شعوبها فهمانة كتير، النظام الفيدرالي أفضل. ليش؟ لأنه بيحل مشاكل المحافظات كلياتها وتتحول إلى أقاليم وتصير تنافسية. لكن هاي بالشعوب المتجانسة ذات اللغة الواحدة واللي فهمانة نها برسك تيكرن ومديت حمو تفلي هفبون، يعني إدقو فيدرالي وإدقو مش فيدرالية تينا خواري أمتنا لا مركزية ومركزية لا مركزية كيمترا وإدارة ذاتية تشيا وفيدرالية تشيا. مثلا وقتات مفاهيم عن الزانبي مفاهيم قانوني أزين هاج ورا شرحكم. لا مركزية تشتكى وفيدرالية تشتكى وإدارة ذاتية تشتكي دي تركيا. أزين ها برسكي وكم كا أم ملطي كورت كو أم منطقة ما أمين نفسها تسمياتها كن نفسها تسمياتها إدارة ذاتية جمعها بي وبلا نافيوين فيدرالي بي شغلي وبع عربايا مثلا حمص ببنى فيدرالي وإيدي تركيا ببنى فيدرالي وآن بس منطقة ما تانية جمرة مهمة وإيدي تركيا كيف أخوانا تخوازن بكنا فيدرالي ولا بكنا مركزي ولا بكنا لا مركزي ولا بكنا تشي. طيب إدارة ذاتية نمعنا وينك شكل سوري حموه بفيدرالي جمرة نمغما إيما كو أوي تركي ببنى فيدرالي ولا نبنى فيدرالي. لفيدري بمصطلح القانون الدولي دولة نبو نافي فيدرالي نافي ويناك دي دولة ياك جي فيدر قسمك جي مفدرلة قسمك جي مفدرلة نافي إدارة ذاتية يعني أو حكمي خدكي أو إدارة خدكي أو حمود شتي خدكي حتى من الناحية العسكرية. طبعا شكل دولتي أساسية فيدرالية يعني دي قسمة تنينة مشابه لوضع العراق. وضع العراق دستوري ويناك دولة فيدرالية، دستوري العراق دولة فيدرالية بس نها تطبقان دن سر عراقي حموي. طب ها تطبقان دن سر كردستاني التانية. هل العراق دولة فيدرالية؟ سؤالا هاج حمو كسي كمنطق دفش دستور باردن شتي دن فيسيا جبركو نها تطبقان دن نعم. طيب هل ألمانيا دولة فيدرالية باعتبار دستوري ويناك يصير حمو مقاطعة هاتا طبقا عندنا نافي ويناك بو دولة فيدرالية. فيدرالية وحكم ذاتي معنى حكم ذاتي انه كيمترش فيدرالية لا أبدا. يعني وقتها نافي فينا وقتها بإدارة ذاتية نافي وبو حكم ذاتي إدارة لا مركزية. لفيدري يعني دولتنا فيدرالية شغلي بفايدي تركينينا بس قسمك جي هي حكمي ذاتي تيدا هي وكا فيدرالية. تسمية أبدا على قوينا كيبينينا صلاحيات مهمة يعني نعم هرنا مفاوضات أم شامي وأمي بي أم خيو حكم ذاتي تخوازن على قيمة فايدي تركينينا هون خوبكنا فيدرالي هون خوبكنا لا مركزي هون خوبكنا مركزي شغلي ما بينينا نهائيا. دميني صلاحياتي حكمتي ذاتي تشنا صلاحياتي حكمي ذاتي جارنا جي زيدة ترجي فيدرالية بخوجي صلاحياتي دولة فيدرالي يعني دولة فيدرالي مثلا صلاحياتنا تشنا دهنا وتتشنا دنين. لكن حكم الذاتي ارتقاء دبيت حتى دقيه وكببي كونفدرالية يعني تيبير مفاوضاتك من جنشيم الحالي منها عسكري من هنا آليتها تمويل الجمتية تسليح الجمتية
وتنكاري دعوة عسكري مش بكي المناطقنا إلا بموافقة ما ضمن الحكم الذاتي ها. مشكلة ندن التسمية دي مشكلة مفاهيم دي. يعني نها الفيدرالية اتحادية بحكومة رأي، يعني وكا حمص وكا مثلا شامي وكا منطقة ساحل أو حمو بكنا فيدرالي، يعني تجي ووايد يجي دبي وكا هفدو، يعني تدبي وكا مقاطعات هندرو هنا كده بصلاحيات فيدرالية جارد بيجن. حكم الذاتي منطقة تانية ايدي تركي عربن حمود خوازن بهفدورة بن وكا هفبن وناخوازن حكم ذاتي وتشتيولو تخوازن لا مركزية كمحافظة جموعابي. ده منطقة تدا إيتا بالنسبة اشترى تولو ناخوازي حكم ذاتي تخوازي حكم ذاتي هيا مطالبية حكم الذاتي ده بلند ببي حتى مسألة فيدرالية واجب للتربية، حتى مطالبي فيدرالية جي مهم تربية نمعنا ويناك فيدرالية إيش حكم ذاتي باشترنا جارنا جي حكم ذاتي كمنطقاتها باعتبار انه ايديولوجيا كمختلفة تزمانك مختلفة تعادات وتقاليد تحمو مختلفا حكم ذاتي ويشترك قلك شيء تربية فيدرالي لانه اموري فيدرالي الجم تجي بطبقي والجمواي واجي طبقي شو رد بين دولة فيدرالية. واستفتاء جي دنينا راستا خبراته استفتاء مناطق حكم ذاتي تاني ديا ناي طبقي سر سوري حمو جارك التركي زي شرحكم أفنانا معناه ويناكي درجات وفهم كرنا، يعني إنها اللا مركزية معناته كيمتري فيدرالية معناته كيمتري حكم ذاتية لا أفن وعي حكما، وفيدرالية معناته تشيترش حكم ذاتي لا سرد ميني تشتا جوانا كي مكاسب جوي حكمي ذاتي ستاندن من أزدبينم حكم ذاتي تشيتره بقالك شو علاقة مجوا هيا وتكنا فيدرالية أو ناكنا فيدرالية لأنه ضمن الفيدرالية كارن قالك تشتا ديننجي نشترى نباش بي ويسر حمو سوري طبقيني وجوا مناطقي دي تركي. فحكم ذاتي بالنسبة جمرة مهم ترى لأنه أهم بند حكم الذاتي ده حق تقرير المصيرة لأنه اعتراف كدولة إنه تجزئك يجفي ولاطهاني بس مختلفي إيدي حموك هفدونة بس تانية مختلفي تيدا وأونا فيناك الفدري حكم ذاتية جبروا جرد بإدارة ذاتية شمات بإدارة ذاتية نها إدارة ذاتي نينا تشد مسألة دولتي تيدا هنا بس مؤسساتي دولة إيه نفوسي وإيه جوازي وإيه فاتشتي دي تركين وتشتكي تركي الصلاحياتي ويجمنينا حاليا كوم حفاظ الثروي وضعي خوين هاك وأمتيدا بكن كحكم ذاتي باشترى آن أمورن صراعي بسوري حمو كيرا بكن ومن بيبلا حمو فيدرالي بي وشام جي فيدرالي بي وساحل جي في الشغل ما بيه مزينا حكم ذاتي درجي وتشقى صلاحيات زي دبن حكم ذاتي ده تشقى صلاحيات زي دبن دقهي مرحلة كي كوببي وكا دولتك كون فيدرالي يعني كأنه اتحادية بيرا شبرولو جيرد بحكم ذاتي وتشقى مطالبيته تيدا باللندبن تشقى مطالبيته تيدا باللندبن تدقهي مرحلة كي انه كتكاري طما كأنه مفصول بيجي وفهم كر أفنا مسألة فروقات نقبي بينا وينادا واختاه تنزان بفرق نقبينا حكم ذاتي تشيا وفيدرالية تشيا ولا مركزية تشيا وتنزان ب واجه هفدو درخي وظنات دا عالم حمو ظنا وادا تشيا لا مركزية تي وبشتي لا مركزية حكم ذاتي تي حقوق هذا وبشتي حقوق فيدرالية تي وبشتي فيدرالية كونفدرالية تي غلطة أف مفهوميها نات سري ودا أفنا غلطة وعلى قوي بالتدرج أبدا نينة حقوق هذا نا إيمن بالنسبة جمرة باعتبار قانون دولي جي
فهمتك مخندية جمرك ملطي كرد ووضعي وانا كي السوري فدرالي جمرة نباشا أمنا شعبك يحمو سوري ده متجانس وكا هفدونا حتى عم بفدرالي بلا منطقة فدرالي بي أو منطقة دي فدرالي بي أو منطقة دي فدرالي بي أمنا مختلف كرد جبرولو إيمن بالنسبة جمرة حكم ذاتي موسع الصلاحيات تشيترا نشغلي منك وعرب ببنى فيدرالي أن بقهن حقيقة أن نقهن حقيقة والشلو حكمي مناطقي خبكن